مساء الخير دكتور. مساء الخيرات لكم وللسادة المشاهدين. طمني عن صحتك. بنعمة من الله. الحمد لله. نحن بنعرف بالمجتمع الإسلامي إنه الرجال ينتظرهم حور عين في الجنة. السؤال إنه في سورة الدخان قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. إلى أن تقول الآيات: كذلك وزوجناهم بحور عين. أيضا في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم. إلى أن تقول الآيات: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. السؤال إنه الله ذكر كلمة المتقين، فهل أيضا ممكن أن يكون متقين هم إناث أيضا مثل ما هم رجال؟ يا سيدي، من صياغة الآية نلاحظ الله ولا مرة في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن، ولو جاءت بصيغة المذكر يا أيها الذين آمنوا أي المقصود الرجال والنساء. لذلك الله حينما يقول إن المتقين يقصد الرجال والنساء، لأن كلمة المتقين لم ترد والمتقيات، لذلك الحور العين هم للرجال والنساء مع بعض. طيب دكتور، تشرح لنا أكثر لحتى يعرف المشاهد شو هن الحور العين؟ الحور العين بين هلالين بالمعنى الحالي، هم دليل سياحي أو عبارة عن الخدم الذين يوزعون الشراب والفواكه وكل هذه الأمور. والدليل على ذلك أنهن لسن للعمل الجنسي مثل ما يعتقد الكثير. الله ذكرهن في آيتين، وكل آية سبحان الله مكونة من كلمتين فقط لكي الله يحسم الموضوع. بصورة الواقعة ماذا قال عن الحور العين؟ قال عربا أترابا. عربا أي صغيرات السن دون 10 سنوات، أترابا أي صديقات وليس زوجات، فالزواج في الآخرة يكون نفسي وليس جسمي. قال تعالى وإذا النفوس زوجت وليس الأجسام. أيضا كرر ذات الموضوع بسورة النبأ، سورة عمل الشهيرة، قال تعالى وكواعب أترابا. والكاعب هي الأنثى دون 10 سنوات التي ليس لها صدر، هي صغيرة. وأيضا كرر كلمة أترابا. فالحور العين هم كدليل سياحي وللخدمات فقط للرجال والنساء. إذا جميل دكتور، يعني حتى النساء يطمنوا هلا في عندهم حور عين بالجنة. صحيح دكتور، بدي أتشكرك كثير. رح ننتقل هلا مع أسئلة الجمهور بهذا الموضوع. إن شاء الله. تسنيم دكتور عم تسأل: ما الحكمة من وقرن في بيوتكن؟ بس دكتور أنا بدي زيد على هالسؤال تسنيم. أعرف شو يعني وقرن قبل ما نشرح الآية. وقرن هي البقاء داخل البيت. هذه الآية تخص فقط نساء النبي حصرا ولا تخص باقي النساء على الإطلاق. لماذا؟ نساء النبي لهن خصوصية خاصة. لماذا بداية الآية؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لذلك إذا مس إحدى زوجات النبي حاشاهن أي سوء ولو بالكلام لانشقت الأمة. والله أعطانا مثال عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فالله قال لولا الله متدخل تماما في براءتها، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم لانشقت الأمة. فالآية تخص نساء النبي حصرا. دكتور آلاء بتسأل: هل حجاب البنات بهذا العصر مقبول، خاصة بأننا عم نحاول مواكبة الموضة والأساسيات الإسلامية، يعني بين الموضة وبين الحجاب؟ أولا كلمة الحجاب مختلفة عن كلمة الستر. الحجاب يعني عدم ظهور المرأة بشكل كامل، ففرضا الأفق يحجب الشمس، الغيم يستر الشمس. فقال تعالى عن سليمان حتى توارت بالحجاب أي الشمس غابت تماما. الغيم يستر الشمس، فقال تعالى في سورة كاف لم نكد نجعل لهم من دونها سترا. فالمرأة المسلمة ليست مطالبة بالحجاب أي عدم الظهور. فمريم انتبذت من أهلها مكانا قصيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي لم يعد أحد يرى مريم لا بالخير ولا بالشر. المرأة المسلمة مطالبة بالستر وبعملية الوقار وضمن الموضة، وليس هنالك زي إسلامي ما يسمى اللباس الأسود لحضرتك. فالله في القرآن الكريم لم ينزل النقاب. النقاب هو غطاء الوجه، لم يرد في القرآن على الإطلاق. والمرأة في الحج والعمرة كاشفة الوجه. أما كان في السابق ما يسمى الزي أو الموضة في العامية، كانوا يضعون الخمار على الشعر ويرجعون الخمار إلى الخلف فيبقى الصدر عاريا ومكشوفا. فجاءت عملية تعليمية توجيهية، فقال تعالى أن يدنين من خمرهن على جيوبهن، فهي تعليمة أساسية للستر. أيوة، فالقرآن يعني لم يفرض زي معين أو لون معين على المرأة. دكتور، من أين أتى اسم حواء كزوجة لآدم؟ في الواقع هذا يسمى من مبهمات القرآن. القرآن الكريم لم يذكر اسم أنثى على الإطلاق إلا مريم عليه السلام، لكي يقول عيسى ابن مريم. أما باقي النساء بالكامل بقي الاسم من مبهمات القرآن
لكن هذه الأمور جاءت بعضها من الأساطير وبعضها من الإسرائيليات التي دخلت الإسلام. فالله لم يسميها حواء بالذات، لكن سماها زوجة آدم، مثل ما قال امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون وهكذا. لكن لا يوجد يعني ما يثبت أن اسمها بالكامل حواء. إذن يمكن أن يكون غير اسم. نعم. طيب دكتور، خلق زوجة آدم من نفسه، نعم. هل فيه أي استنقاص لدور المرأة؟ يا سيدي على العكس، هذا فيه قمة التكريم إلى المرأة. لماذا؟ لأنها نهاية هرم الخلق الإلهي من الأعلى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الملائكة وخلق الكون وخلق الجان من قبل من نار السموم، ثم خلق الزواحف العملاقة وهكذا، خلق آدم، ثم من آدم خلقت الأنثى. إذن هي منتهى الكمال. فكل أنثى ليس عندها شعور بالنقص داخلي، وإن كان عندها شعور بالدونية لأسباب اجتماعية مرت عبر التاريخ. لكن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الأنثى؟ خلق الأنثى لكي يسكن إليها الذكر، وليس هي تسكن إلى الذكر. هو يحتاجها. هو يحتاجها. فقال تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي مصدر السكينة وهي نهاية الخلق الإلهي. جميل دكتور. لماذا طيب يلقى اللوم على المرأة؟ هي مثل ما بيقولوا هي اللي أخرجتنا من الجنة. الموضوع في القرآن الكريم على العكس من ذلك تماما. أولا ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة. هذه جاءت من بعض الأساطير ثم دخلت عن طريق الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي. لنأتي إلى القرآن الكريم. طبعا القرآن هو القول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله يقول أن الله خاطب آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم الله نبه آدم إلى شر إبليس: قلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك. إبليس خاطب آدم حصرا، قال: يا آدم هل أدلك، لم يقل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. ثم الله يحمل المسؤولية المطلقة لآدم. لا حسيتك هذه الآية الكريمة: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لوحدك لأنك أنت السبب. لم يقل فتشقيا. ثم في النهاية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فسبحان الله، المسلم يقرأ آدم 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 آدم، يغلق القرآن الكريم صدق الله العظيم، ويلتفت إلى الأنثى ويقول لها: أنت أخرجتنا من الجنة. كأننا